الفيديو اللي شغال قدامكم ده معمول بالكامل باستخدام الاي اي، وعلشان نعمله احتاجنا صوره واحده بس وهي صوره الفول سمايل. طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنخش على ويب سايت ماجنيفيك سبيسز، وبعد كده بنحط صوره الفول سمايل بتاعتنا، ومن صوره الفول سمايل بنكتب برومبت علشان يطلع لنا كاركتر للصوره بتاعتنا او للسمايل بتاعتنا، وبيثبت لنا الاسنان والسمايل زي ما هم بالملي، ما بيغيرش فيهم حاجه. بعد كده بنبدا ان احنا نعمل كاركتر شيت علشان نثبت الشخصيه بتاعتنا في كل شوت. ومن الكاركتر شيت بنخليه يكتب لنا برومبت، او بنخلي الويب سايت يكتب لنا برومبت علشان يطلع لنا صوره للبيشنت وهو ماسك مثلا تفاحه وبيعضها. بعد كده بنبدا ان احنا نكتب برومبت علشان نحرك المشهد بتاعنا بكل واقعيه ويبان ان هو بيعض التفاحه، فكده كاننا عملنا اعلان للفينيرز من غير معدات اضاءه، من غير فيديو اديتور. وفرنا على نفسنا وقت وجهد وتكلفه كبيره جدا. طيب بنعمل الكلام ده ازاي بالتفصيل؟ خلينا نشرحه مع بعض خطوه بخطوه. اول حاجه احنا دخلنا ويب سايت ماجنيفيك سبيسز، بعد كده بندخل الصوره بتاعتنا جوه. بعد ما بندخل الصوره بتاعتنا جوه بنبدا ان احنا نعمل الاسهم اللي انتوا شايفينها دي. الاسهم اللي انتوا شايفينها دي يعني ده مبدا شغل حاجه اسمها نود بيزد. تمام. مبدا الشغل ده بيسمح لنا ان احنا نتحكم في الصور بتاعتنا وفي الشخصيات بتاعتنا بالاسهم اللي انتوا شايفينها دي، او بالشبكه اللي انتوا شايفينها دي، الشكل العنكبوتي ده. طيب بنعمله ازاي؟ بندوس حرف الاف من الكيبورد فهيكبر لنا الورك فلو بتاعنا. تمام. وبنعمل زوم ان وزوم اوت عادي من الماوس او من البكره بتاعه الماوس. ومن هنا هنبدا ان احنا نطلع سهم. انا بطلع سهم من الصوره بتاعتي. بعد ما بطلع سهم من الصوره بتاعتي بختار اسيستنت. بعد ما بختار اسيستنت هو هنا بيجيب لي كانه جايب لي شات جي بي تي او كلود او جيميناي او اي موديل من الاي ايز اللي قدامكم دي. الموديلز دي كانه بيجيبها لي جوه الويب سايت. فانا هختار موديل كلود وهبدا اقول له الرول بتاعته، هكتب له البرومبت بتاعه. بنكتب البرومبت ازاي؟ اول حاجه بقول له انت كاتب برومبت محترف. يعني انت دلوقتي ده الرول بتاعته، الرول بتاعت الاي اي دلوقتي ان هو كاتب برومبت محترف. عايزك تكتب لي برومبت يطلع لي كاركتر لصورة الابتسامة دي. طيب ايه صورة الابتسامة دي؟ هعمل له منشن ات وهختار الصورة كأني بعمل له منشن. يعني انا بقول له عايزك تكتب لي برومبت يطلع لي كاركتر لصورة الابتسامة دي. الموديل او الكاركتر، خلينا نقول له الموديل عايزه يكون راجل تلاتيني بملامح أوروبية. وبعد كده هقول له الزاوية عايزها ميديوم كلوز اب، ويكون الراجل لابس قميص أبيض، ومهم جدا تكون الخلفية solid black background. واخر حاجة بقى هضيفها له اتأكد ان شكل الاسنان والابتسامة مطابق كليا للصورة الاصلية، وهعمل له منشن عليها تاني وما تغيرش فيهم نهائيا. بعد كده هدوس من هنا جنريت فيبدأ يكتب لي البرومبت بتاعي. الاي اي او الاسيستنت بتاعي هو اللي هيكتب لي البرومبت علشان ابدا ان انا اعمل كاركتر او موديل لشكل الابتسامه دي. طيب هو كتب لي البرومبت خلاص، فهبدا اطلع منها نوت جديده او ويندو جديده، وهختار منها دلوقتي الموديل بتاعي بتاع الصور. انا اخترت ايمج جنريتور، وهختار موديل نانو بنانا 2. هختار الاسبكت ريشيو 9:16 عشان تطلع لي الصوره بالطول، وهدوس من هنا جنريت فهيبدا يعمل لي الصوره بتاعتي. طيب حلو قوي، عمل لي الصوره بتاعتي زي ما انتم شايفين. ادي صوره الموديل اللي هو عمله لي، وادي صوره الاسنان، وادي صوره الابتسامه. ما غيرش الاسنان ولا غير في الابتسامه نهائيا. طيب بعد كده هبدا ان انا اعمل الكاركتر شيت بتاعي اللي انتم شايفينه ده. هنعمل الكاركتر شيت ده. طيب بنعمل الكاركتر شيت ده ازاي؟ نبدا ان احنا نطلع سهم جديد من هنا، بنختار ايمج جنريتور، وبختار من هنا الاسبكت ريشيو بختارها 9 او 16:9 علشان تكون بالعرض. بختار موديل نانو بنانا 2، وبجيب البرومبت ده. طبعا هسيبه لكم ان شاء الله في الديسكربشن. هنحط البرومبت ده وهندوس جنريت فهيبدا يعمل لي الكاركتر شيت بتاعي. هو كده عمل لي الكاركتر شيت بتاعي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقوم مطلعين برضو حاجه جديده، ايمج جنريتور جديده. عايزين نعمل صوره جديده. الصوره دي او قبل الصوره، سوري، هندوس ديليت. قبل الصوره عايزين نطلع اسيستنت. هنطلع اسيستنت من الصوره. طيب
هل هنربط صوره الكاركتر بس في الاسيستنت؟ لا، هنربط الصوره دي وهنربط الصوره دي كمان. هنجيب الصوره بتاعه الفيس اللي هو عاملها لي اصلا اوريدي من شويه، هنجيبها وهنربطها في الاسيستنت الجديد ده. فاحنا كده رابطين صورتين في الاسيستنت. طيب هنقول له ايه؟ هنقول له نفس الكلام اللي انا كنت كاتبه فوق هنا. انا كنت كاتب له فوق هنا ان انا عايز اخلي الراجل ماسك تفاحه وحاططها بين اسنانه كانه بيعضها، واستخدم الكاركتر شيت علشان تحدد زوايا وشه وتثبت شكله. هنقول له نفس الكلام هنا. هنقول له عايز اخلي الراجل ده، وهعمل له منشن، ماسك تفاحه وبيعضها، ويكون بزاويه، انا عايزه يكون جاي بالجنب، عايزه يكون جاي بزاويه 45 درجه من الكاميرا. التفاحه هتكون محطوطه بين اسنانه. استخدم الكاركتر شيت، وهعمل له منشن على الكاركتر شيت علشان تحافظ على ملامح الموديل، ما تغيرش نهائيا في شكل الاسنان او ملامح الشخصيه. طبعا انا مختار الموديل بتاعي زي ما هو، وهبدا ان انا ادوس من هنا، او لا، قبل ما هدوس من هنا هقول له الاول ان انا عايز الخلفيه solid black باك جراوند، عشان لو ما قلتلوش الكلام ده هيطلع لي خلفيه بمزاجه. وهدوس من هنا جنريت، فهيبدا يعمل لي البرومت بتاعي. بعد ما عمل لي البرومت بقوم مطلع برده واحده جديده، ايمج جنريتور جديده، هبدا ان انا اعمل الصوره بتاعتي. هختار موديل نانو بنانا 2، هختار الاسبكت ريشيو 9:16 علشان تجي لي بالطول. وبعد كده هدوس من هنا جنريت، فهيبدا يعمل لي جنريشن للصوره بتاعتي اللي هيكون ماسك فيها التفاحه وبيعضها. لو عجبتني هشتغل عليها، لو ما عجبتنيش هبدا ان انا اكتب برومت يحسن لي مثلا من الزاويه، يحسن لي من الاتجاه بتاعها، او هكذا. مستني الصوره تخلص ونشوف النتيجه. طيب هندوس حرف الاف. النتيجه انا راضي عنها، حلوه جدا، مش محتاج حاجه. يمكن مثلا لو عايزه يكون باصص للكاميرا عادي، يمكن اقول كده للاي اي، يعني اقول له يكون بزاويه 45 درجه للكاميرا بس عينيه بص على الكاميرا. دي عادي جدا، يمكن اقول الكلام ده وانا بكتب في البرومت. بس انا مبدئيا كده انا هشتغل على الصوره دي. هطلع منها اسيستنت. في الاسيستنت هكتب له بقى البرومت اللي انا عايزه يحرك لي بيه الفيديو. طيب هقول له ايه؟ عايز احرك الفيديو، او عايز احرك الصورة دي واعمل مشهد سينمائي واقعي. المشهد هيكون عبارة عن ان الراجل بيعض التفاحة بحركة واقعية، وهيكون او هتكون ملامحه مرتاحة ومبسوط وهو بيعض التفاحة. وبعد ما بياخد منها قطمة بيبعدها عن بقه ويبص للكاميرا وهو مبسوط. وهعمل منشن للراجل، او انا قلت انا عايز احرك الصورة دي، هعمل منشن هنا، عايز احرك الصورة دي. طيب بعد كده انا عايز اثبت الشيت بتاعي، الكاركتر شيت بتاعي. هجيب الكاركتر شيت بتاعي اهو، وهثبته هنا في الميديا بتاعتي. استخدم الكاركتر شيت ده كريفرنس علشان تحافظ على شكل وملامح الراجل. وهعمل له منشن على الكاركتر شيت. بعد كده هبدا ان انا ادوس من هنا ران علشان يعمل لي البرومت بتاعي. كتب لي البرومت بتاعي خلاص، فهقوم مطلع من هنا فيديو جنريتور. عايز بقى اعمل فيديو، بختار موديل الفيديو بتاعي اللي انا عايزه. الموديل اللي انا عايزه هنا يمكن اختار ستارت فريم واند فريم، يمكن اختار كلينج 2 كلينج 2.5، يمكن اختار كلينج 3، لكن انا هنا هختار موديل سي دانس 2. موديل سي دانس 2 هختاره، هخلي الاسبكت ريشيو 9:16، عايز فيديو بالطول. تمام.
وهخلي الكواليتي هنا 480. عايزين حاجه بس بسيطه كده نجرب بيها. هنشوف 480 هياخد 741 كريدت. هنخلي وقت الفيديو 4 ثواني، نقصر وقت الفيديو شويه. احنا كده رابطين التكست في الموديل بتاعنا. طيب بعد ما اخترنا موديل سي دانس 2 هنبدا ان احنا نربط الريفرنس بتوعنا. ادي الريفرنس بتاعتي اهي، دي الريفرنس الاولى، وهنجيب الريفرنس الثانيه اللي هي الكاركتر شيت وهنربطها في الموديل بتاعي. فانا كده عندي تو ريفرنس، ده الريفرنس الاولاني والريفرنس الثاني هو الكاركتر شيت. بعد كده بنختار زي ما قلت لكم الاسبكت ريشيو، بنفعل الساوند افكت ونبدا ان احنا ندوس ران. طيب هو كده خلص لي الفيديو بتاعي. دي اول نتيجه قدرنا ان احنا نطلعها بالاي اي. شايفين الفيديو ده؟ ونسمع برضو الصوت بتاعه. خلينا ندوس كده عليه كليك شمال مرتين ونسمع الفيديو بالصوت بتاعه بشكل كامل. طيب دي اول نتيجه. يمكن نعمل نتيجه تانية ازاي؟ عن طريق ان انا هاجي عند الصوره بتاعه البيشنت وهو بيعض التفاحه، هطلع منها اسيستنت جديد وهكتب له نفس الكلام. هقول له عايز احرك الصوره دي واعمل له منشن عليها واعمل منها مشهد سينمائي واقعي. المشهد هيكون عبارة عن ان الراجل بيعض التفاحة بحركة واقعية، وهتكون ملامحه مرتاحة ومبسوط وهو بياكلها وبيبص للكاميرا. وبعد ما بياخد منها قطمة بيبعدها عن بقه ويبتسم. طيب انا دلوقتي مش هحط بقى الكاركتر شيت بتاعي، لان هستخدم دلوقتي موديل تاني غير الموديل اللي احنا استخدمناه من شويه. الموديل التاني ده بيحتاج صوره واحده بس. انا كده هختار الموديل بتاعي، اختار كلود علشان يعمل لي البرومت الجديد بتاعي. البرومت كده خلص. هبدا ان انا اطلع فيديو جنريتور واختار موديل كلينج 2.5 وهربط الصوره بتاعتي في الستارت فريم. فين الصوره بتاعتي؟ ادي الصوره بتاعتي، هاخدها وهربطها في الستارت فريم وادوس جنريت، فهيبدا يعمل لي الفيديو التاني علشان نشوف النتيجه التانيه بتاعتنا هتكون شكلها عامل ازاي. دي النتيجه التانيه اللي طلعت لنا، خلونا نتفرج عليها كده مع بعض. يمكن مثلا نوقف الفيديو عند جزء معين عايزين نسرعه مثلا بالفيديو اديتنج، مثلا نسرع المده بتاعته شويه. يمكن نضيف مثلا شويه اوفرليز او نضيف بقى الساوند افكت هنا، لان الموديل ده ما بيحطش ساوند افكتس. موديل كلينج 2.5 ما فيش فيه ساوند. وبكده نكون عملنا مشهد اعلاني للفينيرز من صوره واحده بس اللي هي صوره الفول سمايل. عرفنا ازاي بنعمل كاركتر من الصوره، وبعد كده عرفنا ازاي بنعمل كاركتر شيت علشان نثبت الشخصيه بتاعتنا بالزوايا المختلفه، وبعد كده عرفنا ازاي بنعمل فيديو. عملنا الفيديو بطريقتين. الطريقه الاولى استخدمنا فيها موديل سي دانس وطلع لنا النتيجه دي بالساوند افكتس بتاعتها، يعني الفيديو طالع بالساوند افكت. والنتيجه الثانيه اللي طلعت لنا كانت النتيجه دي، استخدمنا فيها موديل كلينج 2.5 طلع لنا النتيجه دي ولكن كان من غير ساوند افكت. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. هسيب لكم باذن الله في الديسكريبشن البرومت اللي استخدمناه علشان نعمل الكاركتر شيت اللي انتم شايفينها قدامكم دي، وهسيب لكم برده لينك جروب التليجرام اللي هكون متواجد عليه باذن الله الفتره الجايه، وهنزل لكم عليه كل جديد.